أي نعم. أقول إن أسرع رمضان سيمر على كوكب الأرض هذا الرمضان. ليش؟ أننا في عد تنازلي لرحيل الدنيا، فعلامات الساعة قيام الساعة الصغرى قد تحققت. الله. العام الماضي كان سريعا، لكن هذا العام أسرع، وسيكون العام الذي بعده أسرع، وليس لي ولا لكم أي تدخل في هذا. إنما السعيد من أودع هذه الليالي المتسارعة والأيام المتسارعة عملا صالحا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن استعمل في طاعته. شيخ ناصر، لو قيل للجميع الآن أن هذا الرمضان هو آخر رمضان لكم، لن تدركوا بعد هذا الرمضان رمضان. قضى الله وقدر أن 1435 هذا العام أننا لن ندرك 36. الذي علم الآن أن عمره سيختم ما بين الرمضانين ولن يدرك باب الجنة المفتوح في الرمضان القادم، ماذا سيصنع؟ تعدل الخطوات، سيخرج الأموال، ستبكي عينه، سيلين قلبه، قوم آخر الليل، بل سيشتكي الإمام لو لم يطل. الآن نشتكي له طول صح. الحين أننا بنقول له طول، اسجد وأطل، اقرأ يا شيخ، وسنأخذ عمره ونخرج بالضغائن من قلوبنا. وإذا قيل لأحدنا لماذا تغير مسيرك في رمضان هذا مع أنك أول 7 أيام خربتها أو نائم في بعضها، قال إني سأموت.